ده جوني ديب الفنان الامريكي المعروف والشهير بكابتن جاك سبارو اللي حبيبته سابته بعد ما قلبته. مش دي سفينه ذا بلاك بيرد او اللؤلؤه السوداء. هما الاتنين سود الصراحه. جاك كان بيشتغل في الازرق في البحر يعني، وكان قرصان بس اتسرقت منه سفينته اللؤلؤه السوداء بعد 10 سنين بعد ما كان القبطان بتاعها، واللي تتسرق منه سفينته وتتسرق منه اي حاجه تاني. دي بقى اليزابيث سوان بنت ويث براي سوان حاكم مدينه بورت رويال في جامايكا، واللي ما بتحبش في حياتها غير 4 حاجات: ابوها والباروكه بتاعت ابوها وصفحه كل يوم نفس الصوره الراغب علامه وحب حياتها اللي هو ده. لا دي رشا رزق. حب حياتها انا، حب حياتها هي يبقى ده ويليام تيرنر اللي لقوه زمان في البحر نايم على الخشبه بتاعت فيلم تايتانيك، فقرروا ياخدوه ويربوه ويعلموه عشان يدخل كليات القمه لحد ما كبر ما شاء الله ودخل كليه الطب قسم حداده وبقى حداد قد الدنيا واشهر صانع سيوف في المدينه. فبقت هي بتحب ويليام وويليام بيحبها. ده بقى الطرف الثالث العميد جيمس نورنيكتون واللي بيخدم في الجيش البحريه البريطانيه المستولي على جامايكا، بس هو نفسه يسيب الخدمه في الجيش ويبقى خدام رجليها هي. لكن اليزابيث للاسف ما بتحبوش الحب اللي هو عايزه منها، هي بتحبه حب على الناشف اللي هو انت قائد في الدوله بتاعتنا وانا مواطنه بنت الحاكم، في علاقتنا علاقه دبلوماسيه مش اكتر، لان هي بتحب ويليام وويليام بيحبها. لكن جيمس بيستنى اليوم اللي بيترقى فيه وبيتعمل له حفله عسكريه، فبيقوم جايب اليزابيث عند البحر وقايل لها بث ايه الحلاوه دي، اموت انا في هذه الدنيا. فقالت له هو ايه اللي انت لابسه ده لا مؤاخذه؟ فقال لها اه صحيح انا اتعزمت على مهرجان الجونه. بص يا بث انا دلوقتي الحمد لله كبرت وبقيت عميد وبسشور الباروكه بتاعتي وعايز اكمل نص ديني واتجوزك. فقامت اليزابيث قايله يا لهوي على القرف اللي انا فيه. طب اهو، وقام مغمى عليها ووقع من فوق التله ونازله في البحر. بيتصادف في نفس ذات الوقت تواجد كابتن جاك سبارو اللي سافر بورت ريال عشان يسرق السفينه من هناك ويسافر يدور بيها على سفينته. فاول ما بيشوف بث بتغرق فبيقوم ناطط ومنتشلها ومطلعها، فبتقول له طلعتني من المايه ليه؟ وبيجي جيمس وهو غيران ان جاك هو اللي انقذها، فبيقرر يشكره بطريقته: اعدموه يا رجاله وسمعوني اغنيه سليل الصوارم اصل انا بصرم. بيتقبض على الكابتن جاك سبارو وبيقرر ابو صرم انه يعدمه تاني يوم عشان صغره قدام حبيبته. لكن من حظ جاك ان سفينه البلاك بيرد بتوصل للمدينه وبيدمر القراصنه بتوع المدينه كلها وبيخطفوا اليزابيث. فبيجري ويليام تاني يوم على جيمس وبيقول له احنا نستعين بكابتن جاك سبارو عشان يدلنا على سفينه اللؤلؤه السوداء اللي خطفت اليزابيث اللي خطفت قلب ويليام، اصل هي بتحب ويليام وويليام بيحبها. راح جيمس قال له بقول لك ايه، خليك في شغلك، انت قلت لي انت شغال حداد صح؟ اه. طب اجري يلا اعمل لي كوبايه شاي تقيله، مش يلا من هنا انت تعرفني شغلي. بيقرر ويليام انه يعمل اتفاق مع جاك سبارو. جاك هيساعد ويليام انه يلاقي حبيبته وويليام هيشهد مع جاك في المحكمه ضد امبر هيرد. وبيقدر كابتن جاك سبارو وكابتن ويليام تيرنر انهم يهربوا بسفينه الانترسبتور بتاعه الجيش البريطاني ويدمروا سفينه العميد جيمس عشان ما يلحقهمش. وبيبص له ويليام من بعيد وبيقول له بقى خلي بقى امينه شلبايه تعلمك اتيكيت ازاي تاكل في نفسك. بيطلع جوني ويل بالسفينه وبيريح جوني كده وبيقول لويل شاف البحر. فويل قال له ماله؟ فجوني قال له كله ميه. وبيبتدي جاك يحس بالسعاده وهو راجع لمغامراته من تاني. انا القرصان ملك البحار على كتفي ببغاء ومعي منظار وانا القرصان. بيطلع القرصان المحترف جاك سبارو ومعاه القرصان المبتدئ ويليام تيرنر على تورتوجا عشان يدوروا على طاقم جديد للسفينه اللي معاهم. وفي نفس الوقت بيبقى كابتن باربوسا قائد سفينه اللؤلؤه السوداء قاعد عرقان في وش اليزابيث وبيحكي لها على اللعنه اللي جات له هو والطقم بتاعه بعد ما عملوا تمرد على كابتن جاك سبارو اللي كان قائد السفينه ورموه في جزيره مهجوره. بعد كده استغلوا السفينه عشان يقتلوا ويسرقوا وينهبوا ويدمروا اي حد يقف في طريقهم. بعد كده سرقوا ذهب من شعب الاستك، لكن اكتشفوا ان الذهب ملعون، بس هم ما فرقش معاهم ان الذهب ملعون وقالوا مش مهم، اهم حاجه نتبسط، ملعون ابو اللي ما يحبلناش الخير. فقاموا كلهم ملعونين عشان ما حدش فيهم سالك للتاني بجنيه. فبقوا لا عارفين يموتوا ولا يعيشوا ولا ياكلوا ولا يشربوا. وبيقول لها انه دلوقتي عرف قيمه السبانخ بتاعتهم اللي ما كانش بيرضى ياكلها وبقوا مجرد هياكل عظميه وحقيقتهم بتبان في ضوء القمر. وبيقول لها انهم هيحتاجوا دمها عشان يفكوا اللعنه لان هو لقى معاها اخر قطعه ذهب من الكنز. فاليزابيث قالت له صدقني اللي بيحصل ده في مصلحتك، لانك لو مكاني وشامم ريحه عرقك دلوقتي اللي انا شمها مش هتستحمل تقعد 5 دقايق. بيروح كابتن جيبس مساعد جاك سبارو يعرفوا على الطقم بتاعه واللي بيعد من خيرة شباب عزبة المفتاحين: يعقوب قمر الدين دبيازة، خالد كشميري، خضر كرويته. بيطلع جاك سبارو هو وسفينته ورجالته ورا اللؤلؤه السوداء اللي وصلت لجزيره الكنز اللي هيفكوا فيها اللعنه، وبتبدا مراسم فك اللعنه. وبيحط شويه من دم اليزابيث على الذهب وبيرموا القطعه الذهبيه الاخيره ومعاها شويه من خفه دم الاستاذه مي حلمي، لكن الخلطه بتطلع مش شغاله. فبيقول باربوسا لاليزابيث بت انت مين؟ انت مش بنت القرصان بيل تيرنر اللي سرق مننا القطعه دي، انطقي اشرب من دمك. فقالت له انت كداب، انت ما بتعرفش تشرب اساسا عشان انت ملعون. بيقدر ويليام يتسحب ويهرب هو واليزابيث ويسيب جاك سبارو لوحده هناك. اللي بيقفشوا رجاله باربوسا فبيتخضوا وبيقول له واحد منهم يخرب بيتك انت مش المفروض ميت، انت ازاي عايش؟ فجاك قال له انت ازاي بني ادم؟ ايه المنظر ده؟ بيتكلم القرصان الشرير جاك سبارو مع زميله القرصان الشرير باربوسا، وده لان مفيش قرصان طيب، وبيوعدوا جاك انه هيوفر له احتياجه من الدم اللي هيحتاجه مقابل انه يسيبه عايش. وفي نفس الوقت بيروح ويليام وبيثبس للسفينه بتاعت جاك وبيقولوا للقراصنه ان كابتن جاك
جاك مرضيش يجي معانا غير لما تشوف حل اللي انت عامله في دقنك ده. بتروح اليزابيث لويل وبتقوله انا عايز اقول لك حاجه بس اوعى تتصدم، فقال لها شش طالما ابنك كفايه. فبتقوله لا يا عم انا لسه صغيره عندي 17 سنه. هي كان عندها 17 سنه فعلا وهي بتمثل الدور ده. وبتحكي له ان زمان اول ما شافته لقت القطعه الذهبيه في رقبته فقامت مقلباها منه وخلتها معاها عشان ما يتعرفش انه قرصان، ومن ساعتها وهي بتحب ويليام وويليام بيحبها. بيقرر كابتن باربوسا انه يطارد سفينه الانترسبتور اللي بيقدر يخطف منها اليزابيث وبيخطف منها الطقم بتاعها، وبعد كده بيدمرها وبيرسلها هي وويليام الى قاع الهامور. ولما اليزابيث بتحاول تقنعه ينقذ ويليام فبيقوم كابتن باربوسا مزعلها فبيغمى عليها من ريحه بقه، لكن بيطلع ان كابتن ويليام تيرنر ما ماتش وطلع عايش بعد ما السفينه انفجرت بيه عادي، وده ايمانا بمبدا ان اللي معاه ربنا بيمشي على الميه. وقام مطلع المسدس وقال لباربوسا ان اي حد هيلمس شعره منها هموته. فاليزابيث قالت له يا دكري اموت انا في هذه الدنيا، ولكن كابتن باربوسا قال له للاسف احنا ما بنموتش. فقام ويليام قال له انا خلاص هقتل نفسي، انتوا مش عارفين انا مين؟ فاليزابيث لسه هتمنعه فقام قايل لها اسكت انتي. فاليزابيث قالت له اسكت انتي. بيعرف باربوسا ان ويليام تيرنر يبقى ابن القرصان بيل تيرنر اللي هو موته زمان ومن ساعتها حلت عليه اللعنه، فبيعملوا ديل ان ويل هيسلمهم نفسه وباربوسا هيسيب بث حره طليقه، لكنه ما حددش فين بالظبط وسابها ترفرف في ارجاء المحيط بعد ما رماها هناك هي وجاك سبارو. فويل قال له انت قرصان مش جدع. بيفضل كابتن جاك سبارو واستاذه اليزابيث يعوموا لحد ما بيوصلوا لنفس الجزيره اللي جاك اتنفى عليها قبل كده، فبيقول انا زهقت. فبتقول له اليزابيث هنعمل ايه يا رياسه؟ فقال لها شايفه البحر يا اليزابيث؟ فقالت له ماله؟ قال لها كله ميه. بيقدر كابتن جيمس ورجالته ينقذوا سيده الاقمار السبعه اليزابيث سوان، وبتطلب منه يروح ينقذ ويليام فما بيرضاش وبيقول لها للاسف ده مصيره اللي اختاره بايده. فجاك بيقول له طب يرضيك يبقى في سفينه قراصنه تعلم عليك وتمشي، يلا نروح ناخدها. فجيمس قال له والله ما يرضينيش بس انا مش لازم ابص لمصلحتي لوحدي، انا ببص بس لمصلحه شعبي. فاليزابيث قالت له طب بص لو انقذت ويليام هوافق اتجوزك. فقال لها يلا حالا ورا القراصنه. فجاك بص له كده وقال له طب ومصلحه شعبك؟ فجيمس قال له انا الشعب. فكده اليزابيث بتحب ويليام بس هتتجوز جيمس، وجيمس بيحب اليزابيث ومن حبه فيها هيروح ينقذ لها حبيبها. غريب الحب مين فاهمه. بتتجه سفينه الرئاسه لجزيره الكنز، وبيروح جاك يقول لجيمس خليك انت في سفينتك وانا هروح اقنعهم يطلعوا يحاربوك عشان تبيدهم انت بمدافعك لايك كينج. فجيمس قال له يا ابن الايه استاذ. وبيروح جاك لباربوسا وبيقول له انت تاجل فك اللعنه وما تقتلش ويليام دلوقتي، خلي رجالتك يطلعوا كده هم اشباح يحاربوا رجاله جيمس ويقضوا عليهم كلهم وبعد كده ارجع فكها براحتك وفي المقابل اديني السفينه بتاعتي. فباربوسا قال له يا ابن الايه استاذ. فبكده جاك قدر يهرب من العميد وما يبقاش تحت سيطرته وفي نفس الوقت هيقدر يستعيد السفينه بتاعته. فالشيطان قال له يا ابن الوسط استاذ. بيطلع رجاله باربوسا على سفينه العميد وبيخيطوا رجاله العميد. بيقلب كابتن جاك سبارو على باربوسا لحد ما تيجي اللحظه المناسبه وبيقدر يضربه بالرصاص في نفس الوقت اللي ويليام بيفك فيه اللعنه بدمه. فبيقول كابتن باربوسا قبل ما يموت انا ابتديت احس انا شامم ريحه سبانخ. بيقرر جيمس انه يعدم كابتن جاك سبارو عشان يبقى في حاجه تانية ماتت في الفيلم غير كرامته، وبيقرر ويليام انه ياخد قرار مصيري بعد ما تم العفو عنه، وبيقرر اخيرا انه يعترف لاليزابيث بحبه. فبيروح لها قبل تنفيذ الحكم وبيقول لها قدام جيمس اليزابيث في حاجه نفسي اقولها لك من زمان وقلبي ما كانش جايبني، انا بحبك ونفسي خطيبك يسيبني احبك. وبيقدر ويليام انه ينقذ جاك سبارو من حبل المشنقه، ولما الجنود بيحوطوهم بتجري اليزابيث تقف معاهم وتقول لهم لو عايزين تقتلوا حد اقتلونا احنا الثلاثه. فجاك بيقول لها ايه ده انت حامل؟ وبيضعف قلب جيمس لما بيلاقي خطيبته بتحب واحد تاني وبيقول لها في ايه احسن مني؟ قالت له يا جيمس يا حبيبي انا من يوم ما حبيتك ومات في عيني جميع الرجال. فقال لها بتحبيني ومش شايفه غيري يعني؟ قالت له لا انا بقيت شايفاهم كلهم شبهك، اصل هي بتحب ويليام وويليام بيحبها. فبيقوم جاك قايم مره واحده وقايل اليزابيث انا بحبك ونفسي حبيبك يستأذن خطيبك يسيبني احبك. بيقدر جاك سبارو انه يهرب للسفينه بتاعته اللي جت تنقذه، واول ما بيطلع بيلاقي الطقم بتاعه جاب ورا وبيقول له احنا اسفين احنا من غيرك ما نسواش اي حاجه يا قرصان. فجاك بص شويه الاوغاد دول وقال لهم فعلا انا من النهارده مش هتعامل اني قبطان السفينه وكلنا واحد والكلام ده، انا قرصان السفينه، لانك تعيش قرصان يحترموك تعيش قبطان يركبوك. أنا القرصان ملك البحار على كتفي ببغاء ومعي منظار. وأنا القرصان